السلام عليكم، أهلا بيكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة في الفيديو عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز وأسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وأسعار فول الصويا، ومعانا أسعار السمسم وأسعار البرسيم وأسعار الفول البلدي وأسعار القمح وأسعار الفاصوليا والقطن. بس قبل ما نبدأ في الأسعار بدعوكم للاشتراك في الفيديو والضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد. ولو حضرتك مهتم بالأسعار وعايز تشترك معنا في القناة، في زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك بالعربي، حضرتك هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ننزله على القناة يوصل لحضرتك إشعار على الموبايل. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هنبدأ بأسعار الذرة المستورد. سعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي في ثبات في أسعار الذرة من يومين ب12,000 جنيه للطن صب أرضه من المينا. وسعر الذرة المستورد الأرجنتيني ب12,000 جنيه للطن صب أرضه من المينا. وسعر الذرة الأوكراني 11,000 جنيه للطن صب أرضه من المينا، في ارتفاع في أسعار الذرة الأوكراني. وسعر الذرة الصربي والبلغاري والأمريكي والروماني بنفس أسعار الذرة الأوكراني. أما عن أسعار الذرة المحلي البلدي، سعر الذرة الأبيض الطن من 11,000 جنيه ل11,500 جنيه. وسعر الذرة المحلي الأصفر من 11,500 جنيه ل12,000 جنيه للطن. وأسعار الذرة بالإرداب 220 كيلو بعد إزالة الغلاف، إرداب الذرة الأبيض من 1100 جنيه ل1250 جنيه. ومتوسط سعر الطن بالكوز من 5000 جنيه ل6000 جنيه للطن. والذرة الأصفر الإرداب من 1250 جنيه ل1350 جنيه. وسعر الطن من 6000 جنيه ل6500 جنيه. وأسعار فول الصويا النهاردة، سجل معانا سعر فول الصويا من أرض المينا 44% بروتين 25,000 جنيه للطن، و46% بروتين 26,000 جنيه للطن صب أرضه من المينا. وسعر فول الصويا المحلي 46% 26,000 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار مشتقات فول الصويا، بذر فول الصويا 24,000 جنيه للطن، قشر فول الصويا 7,500 جنيه للطن، زيت فول الصويا المنزوع 42,000 جنيه للطن، زيت فول الصويا المقرر 43,000 جنيه للطن، وكزب عباد الشمس 36% 14,800 جنيه للطن. وسعر الردة النهاردة 9,800 جنيه للطن. أما عن أسعار القطن فسجل معانا سعر القطن لدى الشركات. القطن الجديد من 9,100 جنيه للإنتار، الإنتار 157 كيلو ونص بدون تنزيل عيار 2 كيلو. وسجل معانا سعر القطن القديم أجهزة 94 لدى الشركات 9,500 جنيه للإنتار، الإنتار 157 كيلو ونص بدون تنزيل عيار 2 كيلو. أما عن أسعار الفول النهاردة فسجل معانا سعر الفول البلدي الإرداب ب155 كيلو من 4,900 جنيه ل5,200 جنيه للإرداب. ومتوسط سعر الطن من 32,000 ل34,000 جنيه. والفول الصحيح بيتباع في المحلات من 40 جنيه ل45 جنيه للكيلو. والفول المجروش من 45 جنيه ل50 جنيه للكيلو. أما عن أسعار البرسيم، سعر البرسيم من 10,000 ل11,000 جنيه للإرداب، سواء الإرداب ده متعقب وزن 168 كيلو أو على وشه 180 كيلو. ومتوسط سعر طن البرسيم من 55,000 ل60,000 جنيه للطن. وسعر الفاصوليا من 51,000 جنيه ل52,000 جنيه للطن. والفاصوليا بتتباع في المحلات من 60 جنيه ل65 جنيه للكيلو. أسعار القمح النهاردة، سعر القمح الإرداب ب150 كيلو من 1600 جنيه ل1700 جنيه للإرداب. ومتوسط سعر طن القمح من 10,500 ل11,000 جنيه للطن.
سعر الفول السوداني النهاردة، الفول السوداني بقشره 75 كيلو الإرداب، متوسط سعر الإرداب من 3500 جنيه ل3800 جنيه للإرداب، ومتوسط سعر الطن من 45,000 جنيه ل50,000 جنيه للطن. أسعار اللب النهاردة، سعر اللب السوبر من 120 جنيه ل160 جنيه للكيلو، سعر اللب دوار الشمس من 35 جنيه ل40 جنيه للكيلو، سعر اللب الخشب من 180 جنيه ل200 جنيه للكيلو. أما عن أسعار السمسم النهاردة فسجل معانا سعر السمسم من 90,000 جنيه ل100,000 جنيه للطن من أرض الفلاح، وسعر كيلو السمسم بيتباع في المحلات من 135 جنيه ل140 جنيه للكيلو، وإرداب السمسم 120 كيلو، متوسط سعر الإرداب من 11,000 جنيه ل12,000 جنيه للإرداب. بالنسبة لأسعار الرز الشعير النهاردة، كان في كلام على إن بعض المضارب عايزة تتوقف عن استلام الرز. سجل معانا سعر الرز الشعير الرفيع وصال للمضرب من 14,000 جنيه ل14,500 جنيه للطن، وأسعار التنفيذ بتقل 200 جنيه، وقد تختلف الأسعار من مكان لآخر ومن تاجر للتاني على حسب النولون وطريقة السداد وعلى حسب جودة البضاعة. بالنسبة لأسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب، بتتراوح الأسعار من 15,000 جنيه ل15,500 جنيه للطن، وأسعار التنفيذ قد تختلف من مكان لآخر في حدود 200 جنيه. وبالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، متوسط سعر الطن 21,000 جنيه، متعبي في شكاير 25 كيلو و10 كيلو و5 كيلو. وأسعار الرز الأبيض العريض، متوسط سعر الطن 23,000 جنيه من أرض المضرب، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، ومتعبية في شكاير 25 كيلو و10 كيلو و5 كيلو. أسعار مخلفات الرز، الصرص المطحون 1600 جنيه سعر الكونة، 10,200 جنيه، وكاس الرز الناعم 12,500 جنيه، والصرص البلدي من 4,500 ل5,000 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار توريد القمح للحكومة، وزارة الزراعة مكلفة لجنة من 3 قطاعات عشان تتابع وتشوف الموقف بتاع القمح عشان تحدد أسعار التوريد للدولة. وبكده نكون عرضنا لحضراتكم أسعار جميع المحاصيل الزراعية اليوم، وياريت تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.